معلش انا يا جماعه في حاجه مهمه عايز اقولها، ومع احترامي الكامل ليمين يامال وبدري وجارسيا وكل اللعيبه بتاعت برشلونه، الا ان في دايما سر واحد ورا ان برشلونه دايما هتلاقيه واقف على رجليه، والسر ده هو رافينيا. رافينيا موجود وفي حالته، اعرف ان برشلونه هيكون فايق وفي حالته. وهنا احنا ما بنقللش من اي لعيب موجود، بدري من اهم اللعيبه اللي موجودين في برشلونه، هو يعني رمانه الميزان بتاعت النص الملعب. ولكن رافينيا حاسم بطريقه مش طبيعيه يا جماعه. وجود رافينيا ببرشلونه لما بيبقى في مستواه بيخلي برشلونه في حته تانية خالص، بيبعد الاداء لمستوى عالي قوي. ويعني كمان عنده وجهه نظر بصراحه، لامين يامال لما رافينيا بيبقى موجود وفي حالته بتحس ان لامين يامال فايق، وتحسه كمان بيتدرى فيه. يعني كمان تلاقي لامين يامال فايق ومأدي طول ما رافينيا موجود وفايق. لما رافينيا كان مصاب ويامال لوحده في الملعب ما كانش بيقدم اي حاجه، وكلنا شفنا الضحك اللي كان بيقدم. لكن وجود رافينيا دايما بيتقل كفه برشلونه في اي ماتش. اللعيب اللي الكره في رجله سهله، اللعيب اللي ممكن يخلص لك الماتش كله في كوره واحده، في لعبه واحده، يحل لك بشكل جماعي او فردي، بس المهم ان هو هيكون مفيد للفرقه. ومع احترامي الكامل لكل قائمه برشلونه والهانز فليك العبقري اللي انا من وجهه نظري شايفه احسن مدرب في العالم، رافينيا برشلونه محظوظه جدا بوجوده.